بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية إخبارية جديدة لأهم وآخر أخبار نادي الهلال السعودي. تعيش جماهير نادي الهلال أفراحا خلال الأيام الماضية بعد أن فاز الزعيم على النصر في ديربي الرياض. وحذر جمهور نادي الهلال من تهاون إدارة الزعيم في ملف الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم، ولا يزال جمهور نادي الهلال مصر على إبرام صفقة جديدة تحل محل البرازيلي نيمار المصاب. تحذيرات جمهور نادي الهلال تأتي بدافع عدم الاستسلام إلى حالة النجاح التي يعيشها الفريق، وحتى تلتفت الإدارة إلى احتياجات النادي. فنادي الهلال يبحث عن جناح أو صانع ألعاب يعوض غياب نيمار، بينما طلب خيسوس مدرب الفريق من الإدارة صفقة بديلة. ولا تزال الرؤية غير واضحة في تلك الصفقة على وجه التحديد، ولم تظهر أسماء مرشحة لتعويض النجم البرازيلي. وبخصوص هذا السياق، وبحسب الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس، دخل وسط الميدان البرازيلي كاسيميرو نجم اليونايتد حسابات نادي الهلال في عام 2024. وسط ميدان نادي مانشستر يونايتد قد يغادر النادي في حال أتى عرضا مناسبا للإدارة. اللاعب يعيش في بيئة يونايتد المتأثرة بفترة سيئة تحت قيادة المدير الفني الهولندي إيريك تين هاج، ويشكل قدوم كاسيميرو أزمة لثنائي الوسط سافيتش وروبن نيفيز، حيث سيشاركهم في المنافسة على اللعب بشكل أساسي. وتنحصر فرصة مشاركة كنو وسلمان الفرج بشكل أكبر في نادي الهلال في المستقبل في حال انضم اللاعب بشكل رسمي إلى صفوف نادي الهلال. غادر حارس مرمى نادي الهلال المغربي ياسين بونو مباراة الهلال أمام نساج الإيراني في المباراة الختامية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا بين شوطي المباراة بسبب الإصابة. وبحسب المصادر الإعلامية الواردة مؤخرا، سيكون ياسين بونو متاحا أمام نادي الطائي بالجولة المقبلة من دوري روشن السعودي للمحترفين. وأكدت المصادر الإعلامية الواردة إلى أن أسباب استبدال ياسين بونو في المباراة يرجع إلى تعرضه لإجهاد عضلي عام، حيث تم فحص اللاعب بين شوطي المباراة والتأكد من سلامته. ولكن قرر البرتغالي خيسوس الدفع بالحارس الشاب حبيب الوطيان بدلا من ياسين بونو مع بداية الشوط الثاني من عمر المباراة، بعد إصابة بونو لبعض الآلام التي أجبرته على عدم مواصلة المباراة. كما أكدت المصادر الإخبارية الواردة من داخل نادي الهلال أن ياسر الشهراني دخل في مرحلة التأهيل الثالثة، والتي تشمل بعض التدريبات اللياقية استعدادا للدخول في التدريبات الجماعية للفريق. كما أكدت المصادر الإعلامية أن اللاعب سيكون متواجد في المران الجماعي بعد يومين، حيث سيكون اللاعب جاهزا بعد مباراة الطائي القادمة حسب رؤية الجهاز الفني. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.